صباح الخير عليكم الخوت. انا ماشي الله فقت قبيله واحد شويه، ولكن طاحت عليا فكره بانني نبدا ندير واحد السلسله ديال الفيديوهات، لانني كندوز واحد الفتره اللي صعيبه بزاف. ف في هاد الوقيته هادي الا ما درتش فيديوهات وفرغت داكشي اللي لداخل ديالي، فنقدر نزيد نغرق في هاد الضغوطات هادو. من الاحسن بانني نولي ندير لكم فيديوهات، وهاد السلسله هادي اخوتي اقسم بالله العظيم ما كنتش باغي ناوي نديرها كاع، وديما في الداخل ديالي كنقول واحد النهار غادي نرجع اليوتيوب باش غير نفرغ داكشي ديالي. ما بقيتش باغي مشاهدات، ما بقيتش باغي نطلع الشين انا كاع. انا كيهمني بانني ننصح الناس اللي كيعيشوا نفس الحوايج اللي كنعيشهم. واهم حاجه خوتي هي السبور. انا دابا شي سيمانه ما درت السبور، وهذا الشيء هذا زاد ضغط عليا، وليت كنحس براسي كنعيش في نفس الروتين، ما باغي والو من هذه الحياه. وهذه الحاجه خايبه بزاف. والحمد لله دابا قدرت بانني فهمتيني. الغلط اللي كنت كندير هو بانني ما كنصليش في الوقت، وهذا الشيء هذا اللي خلاني بانني وليت كنحس براسي فهمتيني ثقيل بزاف، ما قادر نوصل حتى شي حاجه. ونورمال ملي ما كتصليش في الوقت فانتيا بحال كتاخر داكشي اللي زوين جايك في الطريق في الحياه، كتاخرو بحال كتقول لي حبس ما تجيش دابا، وانت محتاجو في هاد الوقيته هادي. لذلك فديما صلي في الوقت، وغادي تحس براسك بان انت قادر توصل بزاف ديال الحوايج، وغادي يسرع لك الله الحوايج الزوينين اللي جايين في حياتك، غادي يسرعهم باش يجيو عندك. فاليوم اخوتي انا فقد دابايا واحد شويه ودرت نفس الغلط اللي كنديرو دائما، وهذا الغلط ما نبغيكمش ديروه. هو بان في اوتوماتيك ملي كنفيق ولفت واحد العاده بانني كنشد التليفون ديريكت مورا ما كنفيق. ملي كنشد التليفون ديريكت مورا ما كنفيق كنفرز واحد الدوبامين اللي كبير بزاف اللي هو هرمون السعاده. لذلك فملي كنوض باغي نفطر وهادي ما كنحسش بديك الحلاوه ديال الفطور وبزاف ديال الحوايج. لذلك ففي هذا الفيديو هذا غادي نحاول نحط النقاط على الحروف، ونبغيكم تعيشوا معايا نهار بنهار. ما تديوش على شنو كنقول ولا هادي، ولكن انا محتاج ندير هاد الفيديوهات هادو. تقدر تستافد منهم بزاف ديال الحوايج، وتقدر انت تتعلم منهم بزاف ديال الحوايج. حتى لو مثلا كنديرهم انا خايبين انت ما غاديش ديرهم لانك انت عارفهم خايبين. فاليوم ان شاء الله اخوتي غادي نبداو التنظيم ديال الحياه ديالي. فانا مرول لواحد الدرجه ما كتصورش، وصعيب بزاف تعيش في هذه الحياه بدون هدف. ما يمكنش تعيش انت بدون هدف، لان الحلاوه ديال الحياه هي بان يكون عندك اهداف. تكون ما كتقتل الفراغ. الا قتلتي الفراغ فانت غتكون سعيد في حياتك. الا ما قديتيش تقتل الفراغ فانت غتبقى عايش تعيس في حياتك. اي حاجه وقعت لك غير بسيطه فغتاثر عليك واحد التاثير اللي كبير. وهذا الشيء طرا لي يا خوتي، اقسم بالله العظيم كندوي معكم من قلبي، كندوي معكم كاخ ديالكم. فانتوما حاولوا غير تسمعوا ليا. فاليوم دابا اخوتي غادي نمشي نفطر. وشو معاش غادي نفطر دابا حتى ل 11. ولكن هادشي كامل غير باش تشوفوا كيفاش كنت وكيفاش غادي نولي من هنا لقدام ان شاء الله باذن الله. فاليوم اخوتي ما عشت نهاري فهمتي، فقت بحال باغي نعيش نفس الحوايج اللي كنديرهم يوميا. كنفيق معطل، ما كنفطرش مع الوقت، ما منظمش، ما كنترينيش في نفس الوقت يوميا. خاص ديما تحط اهداف. انا كون كنت مثلا كندير واحد التوقيت او واحد لومبلوا، معليش في المدرسه في ايامات المدرسه ما يقولش لي بنادم في ايامات المدرسه هو مكتئب، او في ايامات المدرسه هو تعيس ما قادر يدير والو. ما يمكنش، حيت في ايامات المدرسه انت اصلا كتكون عندك لومبلوا. ملي كتكون عندك لومبلوا انت عارف راسك شنو غادي دير في النهار كامل. غير كيوصل الليل او كيوصل العشيه كتحفظ. ملي كتحفظ كتنعس، كتفيق على الصباح كتمشي للمدرسه. ومفروض عليك تفيق مع 8، مفروض عليك تفيق مع 7، تفطر وتشد الطريق المدرسه ديالك، مفروض عليك هذه. ملي كتخرج من المدرسه كتولي انت عايش في واحد الفراغ. في البدايه ديال هذيك الفتره كتكون فرحان، انت كتكون فرحان لواحد الدرجه ما كتصورش، لانه ولا عندك واحد الفراغ كتبغي دير اللي بغيتي. ولكن غير كضرب واحد البيريود وانت كدير اللي بغيتي كتسالي داكشي كامل اللي بغيتي نتايا، وما كيبقى عندك ما يدار. تما فين كتقتل راسك الا ما عرفتيش كيفاش تصرف. واخيب حاجه هي بانك تكون عارف بانك كدير الغلط ولكن كتستمر فيه. وهنا فين كيولي عقلك كيبقى يأنبك،
كيولي عندك واحد التانيب ديال الضمير، لان الا كان عندك تانيب الضمير عرف راسك بانك غتنجح من هنا لقدام. هذا كلام خارج من القلب اخوتي. 5 دقائق دغيا دازت. فانا اليوم اخوتي بغيكم فهمتيني غير عيشوا معايا وصافي. فدابا انا اخوتي هذا النهار هذا غادي نحاول ندير الماكسيموم ديال الحوايج جداد اللي ما مولفش نديرهم، باش نقول لعقلي بانك انت خاصك دير واحد الحوايج اللي جداد. ما تبقاش بحال هكا صاحبي، ما تبقاش مرخي، ما تبقاش خامر، فهمتي؟ ما راه العقل الا مشيتي ترجعتيه خامر راه صعيب باش يعاود يتوقد ويعاود يدير حوايج جداد ويدير حوايج زوينين. داكشي علاش ملي كتعاود المشاكل ديالك لشي واحد راه هو ما كيعيش نفس الحوايج اللي كتعيشهم، ملي ما غيحش بك راه ما غاديش يحس بك. وكون على يقين بان خاص انت تهضر مع راسك، خاصك تهضر مع راسك، وما كاينش شي واحد غيفهمك اكثر من راسك. ملي كتهضر مع بنادم ما كيعيش نفس الحوايج، غير كيتصنت لك، ما كيعيش نفس الحوايج اللي كتعيشهم نتايا. داكشي علاش هو غيكون هو فرحان في ديك الفتره، وما عندوش داكشي اللي زعما ما عندوش داك الفارغ اللي عندك، ما عندوش الحوايج اللي كتعيشهم نتايا خايبين. ما كيفاش غادي يفهمك؟ كيفاش غتبغيه هو يقول لك زعما انا فاهمك؟ وهادي راه الا قال لك انا فاهمك غير كيكذب عليك، فهو ما كيعيش نفس الحوايج اللي كتعيشهم نتايا. راه باش نكونوا واضحين هادشي هذا كامل عارفو. انا راه باش نكونوا واضحين كتهضر مع بنادم راه كيبغيك غير تسالي الهضره وباش يمشي هو يكمل حياته كما بغا وانت تكمل حياتك كما بغيتي. لذلك فاول الحوايج باش تبدل خاصك تعرف راسك، بان تعرف راسك باش نكونوا واضحين بان ما فهمتي. ما غاديش كنهضر وصافي اخوتي. خاصك تعرف راسك. الا عرفتي راسك نتايا وقديتي تعرف تحكم في المشاعر ديالك، تحكم في الحوايج اللي ما باغيش ديرهم اللي غيخرجوا عليك. الا قديتي تحكم في راسك فانت قادر تحكم في المستقبل ديالك، من غير بان لا كان كتب لك الله شي حوايج اللي غتعيشهم خايبين فهادوك مكتاب، وبعدا انت دير واحد المجهود بانك تحاول بانك ما تعيش دوك الحوايج اللي خايبين وكمال على الله. وهذا كلام خارج من القلب اخوتي. فهذا كان فيديو غير توضيحي. هذا البدايه ديال هذا الشيء اللي غندير من هنا لقدام هو بانني غادي نصور لكم فيديوهات ان شاء الله. غنحاول نصور لكم الماكسيموم ديال الفيديوهات. غادي ندلوح لكم فيديوهات ان شاء الله باذن الله باش نحاول نضغط على راسي بانني نتبدل. لان الا بقيت بحال هكا عايش كنفضل بان فهمتيني ما قديتش نبقى مستمر في هذه الحياه هذه. نفضل ما عرفتش، ما بغيتش نقول هذيك الكلمه هذيك، ولكن اخوتي اقسم بالله العظيم دمار شامل. ولا كانوا مثلا الاغلبيه ديال الشباب كيعيشوا بحال هكا بازلينا فهمتي، بازلينا حنايا لقد قادين نعيشوا بحال هكا. كيجي بنادم كيقول لك كنضرب تماره وهادي، فاحنا كاملين قادرين نضربوا تماره، غير عطيوها لينا صاحبي، عطيونا ديك التماره وخليونا نفرجوكم. راه حنا رجال ليس شميت فهمتي. حنا راه رجال ووالديننا رجال، ووالديننا والدين اللي تقاتلوا على قبلنا وما خداوها ساهله، خداوها من فم السبع. لذلك فانت خاصك تحارب مع راسك باش تولي احسن شخص، احسن نسخه منك انت خاصك تولي فهمتي. راه كنت قلتها شحال هذيك كنقول لك موت وانت تحاول ان تصل الى افضل نسخه منك. جامي نفخ فيك الهيليوم باش تطير. عندك جوج ديال الخيارات، يا اما تنجح انت يا اما تفرج فيهم كينجحوا. وداك الشيء علاش خاصك تشوف الناس العزازين عليك والعائله ديالك شنو كيديروا على قبلك، وهذاك الشيء غيموتيفيك باش تبدل من القدام. فكان معكم عبد العالي من قناه موهوب لايف. ما تنساوش ديروا واحد الاشتراك للقناه، تفعلوا زر الجرس، وديروا واحد لايك لهذا الفيديو هذا، وتسناو القادم ان شاء الله باذن الله. فغادي يكون شي حاجه اللي زوينه بزاف. ما بغيتش نبقى هادر، لان فاش كتبقى هادر في الحاجه اكثر من القياس فالعقل ديالك ما كيبقى كيعتبرك درتيها وما كيبقاش عندك ديك الموتيفاسيون باش ديرها. هادشي كامل عايقين به. فخليكم معايا في الفيديوهات اللي جايين ان شاء الله. وهذا الفيديو راه بلا مونتاج بلا حتى شي حاجه غادي تلاح عليكم، ونتمنى يعجبكم.